أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. ما أجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وأنتم عم تشاهدوا الفيديو اليوم. رجعت لكم بفيديو جديد. بالبداية بدنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ومنبلش الفيديو لليوم. بلشت معكم السحور من الساعة 4 كالعادة، إن شاء الله يا رب مستمرة معكم طيلة شهر رمضان المبارك، ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة. هلا هون اول شي حطيت ابريق الشاي على الغاز، وحطيت كمان مكدوس وزيتون. عامله قبل بيوم صحن فول حطيتهم كمان، الله يديم علينا النعم ويحفظها من الزوال. اليوم رح بلش معكم الفيديو من السحور للفطور مثل ما تعودنا. عنا اليوم الافطار ان شاء الله بدنا نعمل شيش برك على طريقتي، فبتمنى منكم حبايبي اللي ما مشتركة بالقناة تشترك ليصلكم كل جديد من دلال السورية. ولا تنسوا اللايك حبايبي، اللايك كتير قليل والتفاعل على القناة كتير قليل. ما بعرف ليش بطيلة شهر رمضان الكل عم يشكي من هاي الشغلة، انه على اليوتيوب ما في تفاعل. اللهم اجعلنا من خير عبادك المؤمنين، اللهم اصطفينا واجتبينا واجعلنا من أقرب المقربين إليك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا وقلوب أحبابنا على دينك. الله خيرا أنت تجهل، وظاهر الأمر حرمان من النعم، ولو علمت. حطوا معي لهون حبايبي، بتحطوا لي لايك، تشتركوا بالقناة إذا ما لكم مشتركين، دعم قناتي أهم شيء اللايكات ليرتفع الفيديو ويتشاهد. والله يبارك فيكم حبايبي. هون بعد ما هيك خلصت السحور عملت فنجان قهوة. قلت فنجان قهوة سريع، كان في باقي شي نص ساعة تقريبا لأذان الصبح. فأنا هون القهوة بعد الإفطار ما عم بشربها نهائيا، يعني ما عم بقبلها نهائيا بعد الإفطار. فهون خطرت على بالي القهوة بعد السحور مباشرة، عملت فنجان قهوة وشربته، وبعدين شربت مي. فهون ما عم كتر مي كتير، عم بشرب شي كاسة أو كاستين. وهون لازم إنه برمضان ما ننام بعد الإفطار مباشرة. أنا أيام عم نام بعد الإفطار مباشرة، ما عم بشرب مي كتير أبدا. عم فيق بالسحور إنه يوم الصبح بكير كنت تعبانة كتير، يعني كنت مقربة بهذا النهار. هلأ إلي شي 5 أيام ما نزلت فيديو. ما بعرف بشهر رمضان هذا تاني مرضى بمرضى أنا وولادي، فيمكن من تغيير الجو، لأني أيام بيصير برد وأيام بيصير شوب. فهون بعد ما هيك فقت كان في جليات جليتهم وخلصت، وقلت قبل ما بلش بالطبخة وشطفت المطبخ وعملت الغاز. هاي قبل ما بلش الطبخة، يعني لازم يكون المطبخ نظيف والجلي مجلي. أنا ما كنت إنه مثلا عم بترك جلي للسحور، فما بحب اترك جلي للسحور، فاضطريت لأني كتير كنت تعبانة. ما بعرف القريب بهاي الشتوية كتير يعني قربت، يعني القريب ما عم يدركني أبدا. فبتمنى منكم أي صبية بتعرف مشروبات هيك للقريب للسعلة تكتب لي بالتعليقات، والله يبارك فيكم حبايبي. بتمنى منكم حبايبي أي صبية عم تشاهد قناتي وأي صبية عم تطلب طلب مثلا أي طبخة أو أي أكلة حلو، تحط لي لايك وتكتب أي الطبخة اللي بدها إياها. هلا في صبية طلبت مني الكنافة حكيت مقاديرها بالفيديو السابق، فإن شاء الله بالأيام الجاية بعملها. بوقت الحالي ما عم بعمل يعني أكلات الحلو نهائيا. واللي صبايا اللي طلبوا مني كمان وصفات الكعك والمعمول والغريبة والبرازة كلياتهم نزلتهم على قناتي بالعيد الماضي.
بهذا النهار بدي أعمل ششبرك أكلة كتير طيبة، وأولادي كانوا جاي على بالهم هاي الأكلة، فلا طلبت مني هاي الأكلة. فهون بعد ما هيك خلصت الجلي والمطبخ، حطيت اللحمة على الغاز اللي بدي أقليها، وبعدين بعد ما تنشف اللحمة وتستوي بدي نزل 7 بهارات، وكمان معلقة ملح. طبعا أنا هون حاطة لحمة تقريبا شي 150 غرام، وحاطة بصلتين. يعني الطبخة كمية الطبخة معنا كتيرة، يعني تقريبا شي نص كيلو طحين عملت بهذا النهار. هون بعد ما هيك حطيت اللحمة وقليتها، حطيت بعد ما استويت طبعا حطيت بصل اللحمة، وحضرت البصل بدها تبرد شوي. هون جهزتها مشان تبرد، وأعجن العجين. عجينة الششبرك ما بدها أبدا تخمير، يعني بنعجنها من هون ومن فورا منجهز فيها الششبرك. هون حطيت مثل ما قلت لكم نص كيلو طحين، ما طول معي يعني تقريبا شي نص ساعة أنا وآلاء عملناهن، وأنا ما كبرتهم، ما بحب كبر الششبرك أبدا، بحب إنه تكون الششبرك الحبة تكون ناعمة كتير، ما إنه كتير يعني، بس إنه ما أنا كبيرة. لا في ناس بتكبرها كتير، أنا ما بحبها كتير كبيرة، بحبها إنه يعني وسط تقريبا. وهذا البصل لازم يكون ناعم، هو ما ناعم معي البصل مثل ما لكم شايفين، يعني فرمتهم ناعمين بس ما نعموا كتير كتير. وجهزتهم هيك وحطيتهم. والأكل عن جد شي بيحير بهالأيام. كتبولي بالتعليقات شو طابخين لهذا اليوم، كيف تحضيراتكم. أشكر كل الصبايا اللي عم يدعولي، الله يجبر بخاطركم، ولكم بالمثل حبايبي، كل دعوة عم تدعولي إياها الله يجبر بخاطركم. وهون مثل ما لكم شايفين طبعا تجهيز الششبرك بده بياخد وقت يعني، وأكتر شي إنه العجينة يعني بدها رق وبدها شغل، وأنا كنت هون يعني كتير إنه تعبانة، فقلت هاي الأكلة لازم يعني إنه نعملها أكلة طيبة وصحية. وبرمضان أنا ما عملت أكلات اللبن نهائيا نهائيا، هاي أول أكلة بعملها باللبن. نصوم سوف نعيش أيام الهنا، سيحيطنا يوم الصيام أمان. كم صائم ترك الحرام لربه، يغشاه ذاك يحثه رمضان. كم عائد كم تائب كم نادم، والله رب دأبه الإحسان. الله يقبل من أتاه فأبشروا، من تاب فليفرح أتى رمضان. العجينة أول شي حطيت نص كيلو طحين، حطيت معلقة ملح، ومنضل منحط مي ومنعجن لنوصل للقوام العجينة المناسب اللي بدنا إياه. طبعا العجينة ما لها مقادير أبدا، إنه نحط كل نوع طحين بيختلف عن الثاني. وبحرك بالمعلقة الخشب، وبعد ما هيك حركها كتير منيح بعجن بإيدي شي 5 دقايق لنوصل للعجينة للقوام العجينة اللي بدنا إياها، وبريحها شوي وبعدين بنبلش فيها فورا. هون قعدت أنا وآلاء عملنا العجينة. عليق رح أقرأ لكم إياه عن جد، بس كتير ضحكني إنه قال كيف كبة نية، يعني إنه نهائيا ما طبختيها، كيف بتاكلوها؟ بس ما بعرف الصبية منو عم تشاهدني، من أي بلد عم تشاهدني ما بعرف. هلا نحن السوريين هون بأي محافظة بسوريا مشهورة الكبة النية، هي عبارة عن برغل ودبس بندورة ودبس فليفلة وملح ورشة كمون صغيرة يعني. وفي ناس بتتفنن فيها يعني بتحط بصلة، وفي ناس بتحط لها حسب ما هي بتحب جوز، وفي ناس بتحط لها قشر الليمون، وفي حسب يعني كل محافظة عن محافظة بتختلف. فهون عن جد يعني ما بعرف
أي صبية عم تكتب لي من غير محافظات السورية تكتب لي بالتعليقات، يعني معقولة ما بتعرفوا الكبة النية أو أنتوا عندكم غير اسم إلها؟ هلا نحن هيك بهاي الطريقة بس منجهزها مثل ما شرحت لكم، إنه منحط كاسة برغل ناعم ومنحط له كاسة مي ومنعجنه بعد بشي ساعة تقريبا منريحه ومنعجنه ومنحط له البصل مثل ما قلت لكم، دبس الفليفلة ودبس بندورة، وفي ناس تحط له دبس الرمان، وفي ناس تحط كمان زيت الزيتون يعني وبصلة وبترش بقدونس كمان للزينة. وهي يعني هي كبة نية يعني، بس ما بعرف ليش الصبية انه عم تقلي انه نهائيا ما طبختوها، فما بعرف يعني عندكم يمكن مانا مشهورة او مانا معروفة الكبة النية، فكتبوا لي بالتعليقات حبايبي اذا ما عندكم هاي الاكلة او ما بتعرفوها. فهي هي الكبة النية اللي شرحت لكم عنها. فعن جد تجيني احيانا تعليقات كثير هيك مضحكة، او احيانا يعني بلد عن بلد بتختلف الأكلات وبتختلف العادات والتقاليد. هلا في أكلات هون بمحافظات السورية، كل محافظة عن محافظة بيختلف نوع الأكل وبيختلف المقادير الأكل. بس الكبة النية مثل ما قلت لكم صبايا هي مشهورة بمحافظات السورية، يعني ما في محافظة بسوريا إلا ما بيعرفوا الكبة النية وبيعملوا الكبة النية. هلا السوريين بشكل عام طبخاتنا معروفة، يعني لو كان إنه في تعديلات عليها بين محافظة أو محافظة، بس أكلاتنا يعني معروفة بشهر رمضان إنه يعني كبة نية، مقبلات مثلا، سلطة، شوربة، هاي الشغلات كلياتها يعني بنعملها بشهر رمضان. وأهم يعني شي عندي أنا برمضان الكبة النية والسلطة والشوربة، هدول أهم من الوجبات الرئيسية. فشو رأيكم؟ اكتبولي بالتعليقات. وهون بعد ما هيك جهزت العجينة، حطيتها ورقيتها مثل ما نكون شايفين وقطعتها. أنا بقطعهم يعني بنقطع نص العجينة وبس، بعدين بحطهم وبشكلهم وبعملهم مثل ما نكون شايفين بهاي الطريقة. هلا كتير تشكيلهم سهل لأي صبية مبتدئة مثلا ما بتعرف تشكل عجينة الششبرك. صورت لها وقربت لها الكاميرا، ما بدها شيء ابدا. هلا بين كل محافظة مثل ما قلت لكم محافظة بتختلف تشكيل الششبرك وبيختلف اسم الششبرك عن اي محافظة تانية. هلا مثل ما انتم شايفين حطيت اللحمة وسكرتها بهي الطريقة. هون لازم نسكرها كتير منيح وبعدين بنبرمها بهذا الشكل ومنسكرها هي التسكيرة ومنحطها على جنب. هلا هي الشكل النهائي لششبرك. هي أكلة طيبة يعني، بس بدها شغل كتير وبدها تحضير كتير. هلا هون قعدت أنا وآلاء تسلينا يعني من حديث لحديث ومن ضحكة ونكتة، يعني خلصنا النص كيلو العجين. يعني هو ماله كتير، بس يعني مو كتير إنه تعبانين وصايمين وهيك، يعني حسيتهم أخدوا وقت كتير معي. بما انه قرب العيد صبايا، ويلي حابة تعمل كعك ومعمول وقراص بعجبة وهالقصص والغريبة والبرازة وما بتعرف تعملهم او ما أنا حابة هي تجهزهم بالبيت، فتحكي معي وتوصيني قبل بيومين 3 وان شاء الله بعد بيوم صبية شافت الفيديو تنشر لي رقمي عند كل حبايبة وكل معارفة، مشان أي صبية بدها معمول وبدها حلويات العيد توصيني قبل بيومين 3 مشان جهز لها إياهن. بتعرفوا لأني بدي أشتري الطحين وبدي أشتري يعني كل المستلزمات للمعمول والقراص. بتعرفوا بياخد وقت يعني يوم للمشترى ويوم للتجهيز، بدي يومين 3 بتصير الكمية جاهزة إن شاء الله. فبتعرفوا انتوا المعيشة كتير غالية وبتعرفوا الأسعار كتير مرتفعة، فقررت انه بما انه جاي العيد يعني حلويات العيد بتعرفوا بدها شغل كتير، وفي كتير نسوان يعني كتير ستات بيوت ما بيشتغلوهم بالبيت او ما بيحبوا يتعبوا حالهم انه يشتغلوهم. فان شاء الله راح اجهزهم انا، وقلت لكم بدهم يومين 3 لاني بدهم شغل يعني الشغل بيطول. يعني بتعرفوا انتو مثلا 4 أو 5 كيلو طحين هدول بدهم عجانة، فلسه
يعني ما عندي هاي الأدوات اللي بتسهل علي الشغل، يعني مثلا مثل عجانة، مثلا مثل مكسر محضر الطعام، إنه بتفرم مثلا الجوز أو بتحضر تطحن السكر وهيك، هاي القصص كلياتها. فهي كلياتها بدي جهزها أنا على إيدي، يعني هي كلياتها بتاخد وقت مني، يعني أقل شي بدي 2 أو 3 لجهزهم لهي الأمور كلياتها. فأي صبية حابة تتواصل معي على رقمي بدي أحطه بصندوق الوصف إن شاء الله، وإن شاء الله الله يرزقني ويرزقكم جميع. صبية حابة توصيني على طبخ كمان، مثلا مثل تجهيزات كبة المشوية، كبة المقلية، اليبرق، كل هدول الشغلات قبل العيد. إذا حابين كمان توصوني عليهم كمان تواصلوا معي على هذا الرقم إن شاء الله راح أحطه بصندوق الوصف. وأكلات مثلا الفطاير، السمبوسك، البيتزا، الميني بيتزا مثلا، البرك بجبنة، كل هاي الشغلات إذا حابين توصوني عليها كمان بتحاكوني قبل ب2 3 إن شاء الله بتجهز الكمية. وإن شاء الله قررت أشتغل بالبيت، يعني هذا الشغل كتير منيح، بس بتمنى منكم حبايبي تدعموا قناتي وتنشروا لي رقمي وتعملوا لي دعاية بينات بعضكم، لأني هاي الشغلة بدها وقت كتير لأن أعرف مثلا، وبدها وقت كتير ليعرفوني الناس. جهزت الششبرك حطيتهم بالفرن، شويتهم، طبعا مو شوية كاملة، يعني إنه بس هيك ياخدوا لهم هيك وش، بس إنه يتحمروا شوي وبطالعه. وهون بكون جهزت اللبن، حطيت تقريبا كيلو لبن، وحطيت له 4 معالق نشا ومعلقة ملح. وطبعا للكيلو اللبن إذا كان لبن منيح، يعني كان لبن غنم، بتحطوا له علبة لبن وعلبة مي، تكسروها بالمي يعني لأن اللبن كتير بيكون تقيل. فهون أنا بعد ما هيك حطيت النشا وحطيت الملح حركتهم بهاي الطريقة. لا في ناس بتحط بيض، أنا ما بفضل البيض أبدا لللبن، بعرف بحسه إنه بيطلع له هيك بيأزنخ اللبن، فهي الطريقة بالنشا أطيب وأحسن من البيضة. فهون بعد ما هيك حطيت المكونات كلياتها على البارد، بعدين حطيتهم على الغاز. وهون مثل ما نكون شايفين هي هون بعد ما طلعت من الفرن، مثل ما قلت لكم ما شويتها كتير، يعني بس شيء إنه تتماسك شوي وتنشف بالفرن. هاي الطريقة إنه بنحطهم بالفرن وبنشويهم، هاي الطريقة الأنسب للششبرك، بيطلع الششبرك كتير ناجح وكتير طيب بهاي الطريقة. هلا كنت قبل ما أشويهم أقول لا أنا ما بشويهم يعني ما بيطلعوا طيبين، بس بالفعل بعد ما أنا جربتها لهي الطريقة طلعت الطريقة عن جد ناجحة وكتير طعمتهم بتشهي وطبخة كتير طيبة. وبتمنى منكم حبايبي اللي وصلت معي لهون تحط لي لايك، تشترك بالقناة ليصلكم كل جديد من دلال السورية. ومثل ما قلت لكم صبايا، أي صبية حابة تعمل حلويات العيد تتواصل معي. عارفوا المعيشة كتير غالية وكتير الأيام صعبة عم تمر علينا وبيت آجار، وتعرفوا أنتوا الوضع يعني كتير صعب. فقررت اشتغل هذا الشغل بالبيت، يعني هذا الشغل إذا أنا اشتغلته بالبيت يعني ممكن إنه يسد شغلات بسيطة بالبيت، يعني مثل مثلا مصاريف المدرسة لآلاء، مثل مثلا ادفع جزء من آجار بيتي، يعني بتعرفوا انتوا المصروف كتير تقيل. والحمد لله رب العالمين يعني ما عم اقدر اوفق بين انه مصروف آلاء وبين آجار البيت وبين مصروف الأكل والشرب، يعني مصاريف كتير كتير غالية وكتير كبيرة علي. فبتمنى منكم حبايبي تعملوا لي إعلان بينات بعضكم لتنشهر قناتي ولا أقدر مثلا أشتغل بالبيت. مثل ما قلت لكم يعني بعد تفكير طويل كتير قررت خلاص إنه أعمل حلويات، أطبخ بالبيت. يعني هاي الشغلة
هي متعبة إلي، بس يعني بنفس الوقت هذا الشغل إنه كتير متعب، بس بنفس الوقت يعني الظروف كتير صعبة، وعم تمر علينا أيام كتير صعبة. فممكن هذا الشغل إن شاء الله بالأيام يكبر، وممكن قناتي إن شاء الله بالأيام تكبر يعني، والله يغير علي الحال بالأحسن إن شاء الله. ومتفائلة إن شاء الله خير بهذا الشغل الجديد إن شاء الله يا رب. بدي همتكم صبايا، بدي تساعدوني لا أقدر إنه اشتغل بهذا الشغل، ولا أقدر إن شاء الله أصرف على أولادي، لأن بتعرفوا المصاريف كتير تقيلة. وعلي إن شاء الله السنة الجاية عنده روضة، وآلاء صف 7 بتصير، يعني المصروف عم يكبر كل ما عم يكبروا الأولاد، والحمل عم يتقل كتير علي. فبدي هيك نقلة نوعية، يعني بدي شغل مثل هذا الشغل إنه أقدر إنه أصرف على الأولاد، وأقدر هيك ما أحرم من شيء أبدا. فبدي همتكم صبايا، وبدي دعمكم إلي لا أقدر كفي بهذا الشغل اللي عم بحكي عنه، وإن شاء الله خير يا رب. هون جهزت أكلتنا، وهون صار موعد الأذان المغرب. الله يديم علينا وعليكم النعم يا رب، ويحفظها من الزوال، وصيام مقبول وأفطار شهي إن شاء الله للجميع. أشهد أن لا إله إلا الله. خلصنا أكل الحمد لله رب العالمين. هون حطيت كاسة عرق سوس وقعدت. فهون الطقوس اللي عندي بعد الإفطار. هلا بعد الإفطار فورا، أيام بجلي أيام ما بجلي أبدا. فأكترية الأيام ما عم بجلي بعد الإفطار، بكون تعبانة كتير، بكون عن جد موصلة لمرحلة إنه خلاص تعبت، ما عاد قادر أتحرك. خلاص عملت مشروبي مثلا كاسة شاي أيام بعمل، أو أيام مثلا إذا في عندي عرق سوس بحط بشرب، إذا كان عندي مثلا قهوة بعمل قهوة حسب يعني. لهون حبايبي وصلت معكم لآخر الفيديو. بتمنى يكون عجبكم حبايبي، وكتبولي بالتعليقات شو رأيكم بالمشروع الجديد اللي عم بحكي عنه، وشو رأيكم بالفيديو. بتمنى منكم حبايبي تدعموا قناتي، تكتبولي بالتعليقات، واللي وصلت معي لهون تحط لي لايك، تشترك بالقناة ليصلكم كل جديد من دلال السورية. انتظروني حبايبي بفيديو جديد. سلامات صبايا.